كيفاش كانت المفاوضات مع ديوان الكلام بين الجامعه وديوان باش هو مش مفاوضات، هو اول امر ساعه كان كره شروط. قدمنا الجامعه التونسيه لكره القدم اول مره خمت باش تفوت في لي دغوا ديجيتو تاع المباريات، معناتها متعدى كان على السبور ديجيتال على الاورديناتور وعلى رقمي على الاورديناتور وعلى الهاتف الجوال. وبعد صارت فتح العروض، فتح بعد مشى التفاوض عادي. احنا نعرفوا شنو نحبوا، هما يعرفوا شنو ينجموا يقدموا. احنا كان عندنا بعض الشروط بالنسبه للجوده وبالنسبه لتمرير كامل المباريات بالنسبه للجوله، معناتها ما يقتصرش على المباريات اللي باش تختارها المنصه. والحمد لله ربي معناتها بعد البث التجريبي الاولاني ان شاء الله تنطلق البث الرسمي في احسن الظروف. حسب رايك البث الرقمي نجم يعوض البث التلفزيوني؟ كما قلنا هو بث كومبليمونتير، ما هو باش يعاون البث، معناتها طريقه جديده للمستخدم اللي يحب البث الرقمي نوفروا له البث الرقمي، لكن التلفزه بتبقى موجوده. كراسي الشروط اللي يخص البث التلفزيوني مازال موجود، هما ماهوش حاجه باش تعوض حاجه، لكن حاجه باش تكمل حاجه، باش انه الاطباق الكرويه تعطيها الجامعه التونسيه لكره القدم بالنسبه لمسابقاتها تكون متوفره سواء على التلفزه او على الديجيتال على الرقمي. قريب باش نرجعوا نشوفوا المباريات البطوله على التلفزيون ولا لا؟ والله هذا الموضوع هذا نحب نعاود ناكد فيه مره اخرى انه الجامعه التونسيه لكره القدم عمرها ما منعت التلفزه باش تصور. احنا بالنسبه للموسم الرياضي هذايا من معناتها 3 مواسم الرياضيه هذوما طلبنا مبلغ مالي. التلفزه التونسيه اقترحت مبلغ 4.7 مليون دينار في الموسم. قلنا داكوردو نتفاهموا على الموسم هذايا. التلفزه قالت لك لا، رانا باش نتعاقدوا على 3 مواسم على اساس 4.7 مليون دينار لكل موسم. الجامعه التونسيه لكره القدم وافقت. وقت اللي احنا كنا باش نجهزوا باش نحضروا العقود جاو طلبين اخرين عند الجامعه عند التلفزه الوطنيه. الطلب الاول انه ما تعطيش شاره البث لقناه الدوري والكاس ولا اي تلفزه اجنبيه اخرى. قلنا ما هوش مشكل مثالش، لكن طلبت انه يتم حط المبالغ المستوجبه على السنوات الفارطه باش نحطوا فيهم بمبلغ 7 ملايين دينار. هذا امر ما هوش مقبول وما نجموش حتى قانونيا. احنا قلنا خلينا نتفاوضوا في الموسم هذايا في المواسم هذوما، والقديم هم حتى اشكاليه. اذا كان ما اشكاليه القضاء ينجم يحل النزاع هذا، ما فماش علاش باش نمزوا المسارات الزوز. القديم على روحه والجديد على روحه ونتفاوضوا كما قلت. لكن كل مره ما نعرفش التوجه نتاع التلفزه التونسيه على شنو، انه كل مره نلقاو ان هانديكاب جديد، كانه فما تمشي انه ما يحبوش يبثوا مباريات على التلفزه الوطنيه. لكن حتى اليوم نهار الجمعه الجاي اذا كان كاميرات التلفزه التونسيه تتنقل للملاعب باش تعدي مباريات كسوا في تطاوين ولا في صفاقس ولا اي مباراه اخرى تنجم تقوم ببث المباريات. واحنا معناتها نعرفوا انه التلفزه شريك معناتها تاريخي واستراتيجي للجامعه التونسيه لكره القدم وللنوادي كذلك. لذلك احنا ساعيين باش نلقاو كل الحلول وكل التسهيلات، لكن الله غالب كما قلت لك كل مره نلقاو معناتها طلب جديد من التلفزه التونسيه انه هو يعطل هذه المفاوضات.